اعرف منين انه بيفكر فيا كزوجه مش بيلعب؟ انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه. اللي عايز يسالني اي سؤال يبعت لي على الانستجرام، والانستجرام في بايو التيك توك. هقول لك 4 حاجات ده مؤشر ان الراجل ده شايفك كزوجه مش واحده بيلعب معاها. رقم 1، المستقبل. الراجل اللي عايز يتجوزك هيشوفك في المستقبل، هتلاقيه دايما بيفكر حياتكم قدام هتبقى عامله ازاي. هتلاقيه قاعد في لحظات تجلي كده ويقول لك والله انا بفكر ان احنا باذن الله لما ربنا يكتب لنا خير نبقى نحوش مثلا وننقل شقه جديده. اصل انا بفكر اعمل ماستر، اصل انا بفكر اسافر. الحاجات دي كلها هيبتدي يشركك فيها لانك شريكته المستقبليه. تاني حاجه، مش هيزعل منك لو طلب منك تجاوزات ورفضتيها. يعني لو ضعف في اي وقت او حاول معاكي وانتي قلتي له لا انا مستنيه اليوم اللي ربنا يجمعنا فيه سوا، مش هيزعل منك، مش هيقفل منك، مش هيعاقبك بالصمت والاهمال. تالت حاجه مهمه جدا، الراجل اللي شايفك زوجته هيعرفك على اصدقائه. سيبك من امهاته. في رجاله كتير جدا خلاص هرشين، امهاتهم خلاص عارفين ان هم كل يومين و3 بيصاحبوا واحده، فكل يوم جايب لها واحده وبيقول لها يا ماما دي صاحبتي، فانت بتتخدعي. لا، انا بتكلم على الناس اللي في محيطه، سمعته، الناس اللي بعد كده لما يشوفوه بيكرر في البنات هيبصوا له بصه مش حلوه. رابع حاجه، لما تلاقيه بيحاول يصلح من نفسه، يعني لو هو مثلا بتاع بنات هيقول لك لا انا مش عايز اخسرك، انا هبقى احسن. لو هو مثلا داخل عامل فولو ل 900 بنت على الانستجرام والتيك توك هتقولي له شيلهم، هيشيلهم بمنتهى البساطه وعن صدر رحب. هيغير من نفسه لو هو مثلا مش بيبص لمستقبله، مش بيفكر في شغله، هيبتدي يفكر في شغله ومستقبله. لو هو مبذر وعمال يدفع هنا وهنا وهنا هتلاقيه بيحاول انه يقلل تبذيره. مش هيستخسر فيكي، هيبقى عايز يسعدك باي طريقه. يعني هتلاقيه في بعض الاوقات لو عرف ان انت بتحبي تاكلي حاجه معينه ممكن يروح معاكي ياكل الحاجه دي حتى لو ما بيحبهاش. لو انت محتاجه حاجه هيجي على نفسه يجيبها لك. لو اكسيدنتلي كده او بمحض الصدفه قلت له والله انا نفسي في سلسله مثلا عليها قلب، هيقلب الدنيا ومع اول فلوس تبقى في جيبته هيعمل كده. اخر حاجه، مش هيعيشك في ابس اند داونز، مش هيجي يختفي 3-4 ايام ويظهر لك يوم ويختفي تاني. خدي بالك من العلامات دي وربنا يوقعكم في اللي يحبكم بجد.